الباستا فلورا أو المبروشة أو تارت المربى من أسهل ما يكون للمبتدئين وبمقادير محفوظة. لو انتي لسه مبتدئة في الحلويات ومش بتعرفي تعملي الباستا فلورا، تعالي نعملها مع بعض وهتنجح معاكي من أول مرة. المقادير بتاعتها سهلة جدا. بنستخدم نص كوباية من السكر البودر، ولازم يكون سكر بودر مش سكر حبيبات، وعليهم بضيف نص كوب من الزبدة. وضروري قوي ان الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو هي في التلاجة بخرجها قبليها بساعة عشان تبقى سوفت معايا كده واقدر اخلطها مع السكر كويس جدا. شايفين انا بضرب السكر الاول مع الزبدة لحد ما لونها يفتح بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اللون الاول كان حاجة ودلوقتي بقى حاجة تانية خالص، لون فاتح خالص والقوام كمان سموث قوي. بعد كده بضيف اول بيضة وبضربها كده مع الخليط كويس جدا لحد ما تختفي، وبعد كده بضيف البيضة التانية. وعلى فكرة مهمة قوي يكون برضو البيض بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا لازم نضيف الفانيليا، بيض يعني لازم فانيليا في الحلويات. لازم القوام يكون زي الكريمة، ما يكونش فيه حاجة فاصلة عن بعضها، لا الزبدة ولا البيض. بعد كده بضيف كوبايتين من الدقيق وعليهم بنزل بباكت من البيكنج باودر ورشة بسيطة قوي من الملح. وبالمضرب الكهربائي كده يا دوب بس بقلب الدقيق مع الخليط حاجة بسيطة قوي، لان ما ينفعش اقلب كتير او اعجن في الخليط ده، لان الباستا فلورا من البسكوتات ما ينفعش نعجن فيها. بقلبها بس بالسباتيولا كده لحد الدقيق ما يختفي عندي وتصبح العجينة متجانسة بالمنظر ده. العجينة دي طرية قوي سوفت قوي، لكن مش بتلزق في الايد زي ما انتوا شايفين كده، مش بتلزق نهائي. بصوا بقى يا بنات، النقطة دي مهمة جدا. لو الجو حر عندنا العجينة هتبقى سايحة معانا خالص، فهنضطر نلف العجينة بستريتش او نحطها في كيسة من اكياس التلاجة ونحطها في الفريزر او في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين على حسب وقتك ما يسمح. لكن لو الجو برد عندنا، الجو ساقعة، هنعمل هنشتغل بالعجينة على طول. العجينة بتاعتها بنقسمها لجزئين، تلت والتلتين. التلت اللي هو الجزء الصغير ده بسيبه او بركنه على جنب شوية، وبشتغل بالجزء الكبير او اللي هو التلتين. ببتدي افرده في صينية التارت. طبعا لو مش متوفرة عندنا الصينية بشتغل في صينية عادية عادي من صواني البيتزا زي ما انا عملت كده، وببتدي افردها وبرفع العجينة على حواف الصينية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ولازم نفردها بسمك واحد، ما نخليش جزء سميك وجزء رفيع، لازم كلها تبقى بنفس السمك. بعد كده بخرمها بالشوكة زي ما شفتوا معايا كده. وهنا يأتي دور المربى. طبعا أشهر نوع مربى بيستخدم في الباستا فلورا هي مربى المشمش. طبعا تقدري تستخدمي أي نوع مربى انتي تفضليه، لكن الستاندرد عندنا هي مربى المشمش. ببتدي أفردها على وش العجينة، وبعد كده الجزء الصغير أو التلت اللي كان متبقي معايا يا إما تبشريه على وش الصينية بالمبشرة عادي جدا، يا إما تقطعيه سلايس رفيعة زي ما عملت كده، وببتدي أرسمه أو بحطه على وش الصينية بالمنظر التحفة ده. الصراحة شكلها بيبقى حلو جدا، شكلها شيك قوي. تقدميها في عزوماتك مع كوباية شاي، مع كوباية قهوة، جنب بولة آيس كريم، حاجة كده عظمة، حاجة فاخر من الآخر. بصوا بقى التسوية بتاعتها بتكون ازاي. بندخلها الفرن لمدة نص ساعة. اول 15 دقيقة مش هنفتح عليها الفرن خالص، ولما تاخد لون ذهبي خفيف كده من الجوانب ونطفي عليها من تحت ونفتح الشواية تاخد لون ذهبي بسيط من فوق. بصوا الريحة خطيرة بزيادة ما شاء الله. شايفين الجمال بقى، شكلها تحفة فنية. وبالهنا والشفا.